يوم 12/9 ابل اعلنت عن السلسله الجديده بتاعه الايفون 15 والابل واتش اس 9 والابل واتش الترا 2. وفي الفيديو النهارده عايزين نعدي بسرعه عليهم كده ونشوف ايه الجديد وايه اللي ما اتغيرش في المنتجات الجديده بتاعه ابل. وكالعاده معاكم محمد ابو اليزيد قناه ريفيو تك، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. طيب قبل اي حاجه خليني اقول لك ان انا غيرت موبايلي الشخصي. انا كنت طول عمري بستعمل سامسونج، كنت سامسونج فان بوي، كان معايا السامسونج جالاكسي نوت 20 الترا، ولكن غيرت دلوقتي للايفون 13 برو ماكس. بصراحه ما لقيتش حاجه في الفئه السعريه احسن من الايفون 13 برو ماكس. بقالي اسبوع بجربه، موبايل جميل جدا وبطاريته مرضيه قوي بالنسبه لي بصراحه. الفيديو الجاي هيبقى مراجعه للايفون 13 برو ماكس وايه اللي حصل لما نقلت من اندرويد لاي او اس. ولكن خلينا في موضوعنا النهارده، جايين نتكلم على الايفنت اللي عملته ابل يوم 12/9. بصراحه المؤتمر بتاع ابل كان جامد قوي كالعاده، يعني التصوير والمونتاج والعرض بتاع البرودكتس بتاعتهم والترتيب بتاع البرودكتس اللي بتقرب بيه بصراحه كان مشوق جدا. طيب خليني اقول لك ان ابل كان عندها 6 منتجات عرضتهم في المؤتمر ده. اول حاجه هي الابل واتش اس 9، ثاني حاجه الابل واتش الترا 2، ثالث حاجه كانت الايفون 15، رابع حاجه كانت الايفون 15 بلس، خامس حاجه كانت الايفون 15 برو، وسادس حاجه كانت الايفون 15 برو ماكس. طيب تعال نقسم الفيديو ده لجزئين كده على السريع، جزء هنتكلم فيه على الابل واتش وجزء هنتكلم فيه على الايفون. فهتلاقي عندك اللاين اب اللي تحت ده لو انت عايز تجري تشوف الايفونات على طول، مش حابب تسمع الاخبار عن الابل واتش، تقدر تعمل كده طبعا. طيب احنا وصلنا السنه دي للابل واتش سيريس 9، ده الجيل التاسع من ساعات ابل الذكيه. الحقيقه هي ما اختلفش فيها حاجات كتير قوي عن السنه اللي فاتت بصراحه، يعني هتشوف لما نتكلم على الايفون كمان شويه هنلاقي فيه تطورات كتيره، لكن الابل واتش ما فرقتش حاجه عن السنه اللي فاتت. اللي زاد فيها ان بقى فيها بروسيسور جديد وهو الابل اس 9، وده بروسيسور جديد من ابل. طبعا المفروض ان هو على حسب كلامهم هيوفر في الطاقه، ولكن هو ما بيوفرش في الطاقه طبعا. الساعه بتديك 18 ساعه بس، وبتحتاج انك تشحنها طبعا كل يوم. واللي زاد فيها كمان هو الكراش ديتكشن، زي طبعا موبايلات الايفون بتاعت السنه اللي فاتت، ان لو لا قدر الله حصل لك حادثه الساعه تتصل لك بالبوليس او تنبه الكونتاكتس اللي انت هتحطها في الفيفوريتس. طبعا بما ان ده بروسيسور جديد فعدد الترانزستورز اللي فيه زادت، بقى 5.6 مليون ترانزستور، والجي بي يو اللي في الساعه بقى اسرع بنسبه 30%. وزي ما قلنا على حسب كلامهم المفروض هيؤدي لبطاريه احسن، ولكن 18 ساعه بطاريه مش كافيه خالص. يعني انت لو بيت بره البيت هتبقى محتاج طبعا ان في اليوم الثاني تشحن الساعه بتاعتك. اللي زاد فيها كمان ان سيري بقت تشتغل اوفلاين، وبقيت تسالها مثلا اسئله معقده اكتر، طبعا ده بسبب البروسيسور الجديد الابل اس 9. زي مثلا انك تسال سيري هل انا نمت امبارح مثلا بشكل كويس ولا لا، وهي تقدر تديك اجابه مفصله عن نومك في اليوم اللي قبل. كمان بقى فيها خاصيه جديده اسمها النيم دروب، عن طريق انك تقرب الساعه بتاعتك للابل واتش بتاعت حد تاني، فاسمك ورقم موبايلك يتنقلوا ليه على الساعه بتاعته. طب لو هنتكلم عن حاجه فعلا اتطورت في الابل واتش اس 9، هو البرايتنس بتاع الشاشه، واللي بقى يوصل ل 2000 نتس مقارنه ب 1000 نتس في السنه اللي فاتت، وبقت توصل ل1 نتس لو انت في دنيا مظلمه او في سينما او في حاجه زي كده. ابل كمان عملت حاجه جديده في الساعه دي وهي اسمها دبل تاب. لو جاي لك مكالمه تقدر تعمل بايدك كده في الهواء، المكالمه تبدا، وبعد ما تخلص مكالمتك تقدر تعمل كده المكالمه تفصل. ده مفيد لو انت بتعمل حاجه مثلا بتطبخ او بتاكل او بتعمل اي حاجه مش قادر انك تحط ايدك على الساعه، تقدر في الهواء تعمل دبل تاب ترد على المكالمه وتقفل. طيب مش بس ممكن ترد على المكالمه وتقفلها، انت تقدر تعمل بلاي وبوز للميوزك بتاعتك، او تجيب الريسنت ابس وتقلب فيهم كمان. ممكن كمان تبدا تايمر، ممكن تاخد صوره عن طريق الدبل تاب في الهواء. طيب الساعه دي متوفره في 8 الوان، اول 5 منهم هم البينك، الجولد، الابيض، الكحلي الغامق، والاحمر، والفريم بتاعهم في الحاله دي هيجي من الالومنيوم المطفي. طيب عندك 3 الوان تانيين، ولكن ال3 الوان دول بيجي الفريم بتاعهم من الستانلس ستيل اللي بيلمع، وهم اللون الجولد، السيلفر، واللون الاسود. ابل ركزت قوي في المؤتمر ده على موضوع حمايه البيئه، وعشان كده ابل بقت تعمل دلوقتي سترابات من مواد كلها معاد تصنيعها. طبعا منعوا استخدام الجلد خالص، حتى الكفر البريميوم بتاع ابل اللي كان بيجي مع الايفون 14 او كنت ممكن تقدر تشتريه للايفون 14 منعوه، وبقى يعملوه من مواد معاد تصنيعها تشبه الجلد. كمان عملوا بارتنرشيب مع شركه هامرز ونايكي علشان يعملوا لهم استرابات مختلفه للابل واتش اس 9. طيب دي كده كانت كل حاجه عن الابل واتش 9. نتكلم عن الابل واتش الترا 2، واللي بتيجي بتحديثات مش كبيره قوي بصراحه عن الجيل اللي فات. ممكن نلخصها في حاجتين 3. اولهم البروسيسور، طبعا بقى نفس البروسيسور اللي موجود في الابل واتش 9، وهو الاس 9 شيب الجديده بتاعت ابل. ده معناه ان الساعه برضه هيبقى فيها دبل تاب. تاني حاجه اتغيرت في الابل واتش الترا 2
وهو البرايتنس بتاع الشاشه، وبقت تيجي باعلى برايتنس عملته ابل في تاريخ الشاشات بتاعتها من ساعه ما بدات لغايه دلوقتي، وهو 3000 نتس برايتنس. طبعا الساعه دي مش لاي حد، الساعه دي للناس اللي بتطلع جبال، بتعمل دايفنج، بتعمل سنوركلينج، الحاجات اللي هي الهارد قوي ديت. محتاج طبعا الساعه دي تبقى معاك في ظروف صعبه زي كده، عشان كده الساعه دي لازم تبقى بتستحمل، تبقى البرايتنس بتاعتها عاليه عشان تشوفها في اشعه الشمس المباشره. كمان بقى فيها ambient لايت سنسور علشان الشاشه بالليل تعمل نايت مود لوحدها. الساعه دي بقت تستحمل لغايه 500 متر تحت سطح البحر و9000 متر فوق سطح البحر، يعني تقدر زي ما قلنا تنزل بيها تحت الميه تعمل بيها دايفنج او تطلع بيها فوق جبال عادي، هتستحمل ما فيهاش اي مشكله. الصراحه البطاريه هي نفس بطاريه السنه اللي فاتت، بتديك 36 ساعه في الاستخدام العادي و72 ساعه في الاستخدام اللي هو في اللو باور مود. وبصراحه من وجهه نظري ده مش تطور، الساعه جايه بنفس سعر السنه اللي فاتت، كان المفروض نشوف فيها تطور احسن من كده. والجسم بتاع الساعه مصنوع من التيتانيوم المعاد تصنيعه. وخليني اقول لك ان الساعتين الابل واتش 9 والابل واتش الترا 2 الاثنين بيجي فيهم الترا وايد باند سنسور، علشان لو الساعه بتاعتك ضايعه منك تقدر تفتح الفايند ماي ديفايس اللي هو طبعا الابلكيشن بتاع ابل، وتدور على الساعه بتاعتك وتقدر تلاقيها. طيب دي كده كانت كل حاجه عن الساعات بتاعت ابل. خليني بسرعه اقول لك السعر بتاعهم هيبقى كام. الابل واتش اس اي بتبدا من $249، الابل واتش 9 بتبدا من $399 وده نفس سعر السنه اللي فاتت، والابل واتش الترا 2 بتبدا من $799 وده نفس سعر السنه اللي فاتت. الطلب المسبق على الساعات دي مفتوح دلوقتي، وتستلم الساعات يوم 22/9. طيب ده نص الفيديو التاني بقى، خلينا نتكلم عن الايفونات ونقسم الايفونات لجزئين، ايفون 15 وايفون 15 بلس. ده الجزء الاول. الجزء الثاني يبقى الايفون 15 برو والايفون 15 برو ماكس. لما نتكلم عن الايفون 15 هنلاحظ ان الديزاين السنه دي اتغير تماما. اتنقل له طبعا الدايناميك ايلاند من الايفون 14 برو وبرو ماكس بتوع السنه اللي فاتت، اتنقلوا للايفون 15 وال15 بلس. تاني حاجه اتغيرت وهي الشاشه بقت سوبر ريتنا اكس دي ار اوليد ديسبلاي، طبعا بتدعم الدولبي فيجن، وبقت توصل لبيك برايتنس 1600 نتس و2000 نتس في اشعه الشمس المباشره. طبعا عندك الجهازين في منهم حجمين، الايفون 15 بيجي بشاشه 6.1 زي السنين اللي فاتت بتاعت ابل كلها، والايفون 15 بلس بيجي بشاشه 6.7 ودي طبعا قد شاشه البرو ماكس بتاعت السنه اللي فاتت وبتاعت السنه دي. الفريم بتاعهم بيجي من الالومنيوم المطفي، طبعا شكله بقى تحفه قوي وبقى مشطوف من الجناب كده واخد سنه كيرف بسيطه عشان طبعا يديك ماسكه اريح للموبايل. والظهر بتاعهم من الازاز، طبعا كنا نتمنى نشوف عليه سيراميك شيلد زي اللي موجود على الشاشه عشان يحمي الظهر ان هو لو وقع ما يكسرش بسرعه. ابل نزلت السنه دي من الايفون 15 و15 بلس 5 الوان، وهم اللون البينك، اصفر، اخضر، لبني، ولون اسود. زي ما قلنا الشاشه جايه عليها طبقه سيراميك شيلد علشان تحميها انها لو وقعت ما تتكسرش. طبعا الموبايلات كلها مقاومه للميه، والفريم الداخلي للموبايل مصنوع من 75% من الالومنيوم المعاد تصنيعه. البطاريه الكوبالت اللي فيها مصنوع 100% من مواد معاد تدويرها. طب زي ما قلنا ان الدايناميك ايلاند اتنقلت من ال14 برو والماكس لسلسله الايفون 15 وال15 بلس، فالكاميرات برضو اتنقلت من ال14 برو والماكس لل15 العادي والبلس. بقى عندك السنه دي كاميرا 48 ميجا بكسل، وطبعا فيها موضوع الفوتونيك انجن او البيكسل بيننج عن طريق انها بتدمج 4 بكسلات مع بعض او بتجمع كذا صوره مع بعض علشان تديك دايناميك رينج ممتاز قوي في الصور. طب الكاميرا الرئيسيه 48 ميجا بكسل بس، بقى تقدر تعمل 2 اكس وهي كانها كاميرا تيليفوتو، بتصور صور 12 ميجا كروب من السنسور الاصلي. عندنا البورتريه اتحسن قوي واتحسن كمان في اللو لايت، ولكن سنسور اللايدار في الكاميرا دي متطور جدا، بقى يقدر يعرف ابعاد الصوره حتى لو انت مش مصور الصوره بورتريت، هو بقى يعمل انالايز للصوره عن طريق ان هو يخليها بورتريت وهو بيصور، ويبقى عندك الامكانيه بعد ما تصور انك تحول الصوره العاديه اللي قدامك لصوره بورتريت. ده طبعا بيحصل عن طريق الماشين ليرنينج، بقى يشغل البورتريه مود لوحده. ممكن تغير كمان الفوكس في الصوره حتى بعد ما تصور، يعني لو مصور شخصين تقدر تخلي الشخص اللي قدام ان فوكس واللي ورا اوت اوف فوكس، او تعكس تخلي اللي قدام اوت اوف فوكس واللي ورا ان فوكس. طبعا كمان الاتش دي ار في الصور اتحسن، لو الاضاءه عاليه قوي الصبح الكاميرا هتظبط الاتش دي ار لوحدها. كمان الكاميرا الاماميه الصور اللي بقت تطلع منها بقت بروفيشنال اكتر، والاتش دي ار اتحسن فيها كمان بقيت تقدر تصور 4K سينماتيك فيديو
بكاميرات الايفون 15 وال15 بلس. زي ما قلنا ان الشاشه والدايناميك ايلاند بيطلع له من ال14 برو والماكس لسلسله ال15 وال15 بلس. كمان البروسيسور الابل A16 بايونيك اتنقل للموبايلات دي. طبعا ال15 بلس مش محتاجين نقول ان هو شاشه اكبر وكمان بطاريته اكبر علشان تكون من اعلى البطاريات في تاريخ ابل على الساحه، تقريبا 4800 ملي امبير. كمان سلسله الايفون 15 فيها برضو سنسور الالترا وايد باند علشان تقدر تحدد اتجاهاتك. لو معاك مثلا اير تاج او حد صاحبك معاه ايفون 15 تقدر توصل له بطريقه سريعه عن طريق فايند ماي. طبعا سلسله الايفونات الجديده فيها برضو اوبشن مش جديد وهو الفويس ايزوليتنج، عن طريق انها بتتعرف على صوتك وتعزله عن الدوشه اللي حواليك لو انت مثلا في مترو بتكلم حد في الموبايل. كمان سلسله الايفون 15 فيها كراش ديتكشن وفيها ساتلايت ايمرجنسي سيستم عشان لو انت تايه مثلا في الصحراء وما عندكش شبكه تقدر تلقط شبكه دايركت من القمر الصناعي. والحاجه الطفره اللي اتغيرت في الايفون 15 و15 بلس هي التايب سي. وخليني اقول لك ان التايب سي في ال15 وال15 بلس مختلف عن ال15 برو والماكس، وده هشرحه لك كمان شويه لما نيجي نتكلم عن الايفون 15 برو وبرو ماكس. هتقدر تستعمله في انك تشحن، والشحن هنا سرعته ما زادتش، هو نفس السنه اللي فاتت عادي اللي هي ال 22 واط او 23 واط. وهتقدر تستعمله كمان في انك تنقل الداتا بتاعتك او الموسيقى او الفيديوهات. ابل منشنت في المؤتمر ان هم عايزين يخلوا الكابل اللي هتشحن بيه الماك بوك بتاعك والايباد بتاعك تقدر تشحن بيه الايفون ده. في نسخه جديده هتنزل من الايربودز برو 2 هيبقى المدخل بتاعها تايب سي. وابل قالت حاجه حلوه قوي في المؤتمر انك ممكن لو معاك ايفون 15 تقدر توصل التايب سي ده في الموبايل بتاعك وفي السماعه بتاعتك علشان تشحن السماعه من الموبايل بتاعك. كمان ابل عملت ايربودز جديده بسلك تايب سي علشان لو انت معكش سماعه وايرلس او بلوتوث تقدر تشتري السماعه المسلكه دي وتستعملها في الايفون بتاعك. اخر حاجه نتكلم عليها في الايفونات دي هي الاسعار. الاسعار ما زادتش بصراحه عن السنه اللي فاتت ودي حاجه حلوه. الايفون 15 بيبدا من $799 للنسخه ال 128 جيجا، وال15 بلس بيبدا من $899 للنسخه ال 128 جيجا. كمان ابل قالت انك ممكن تبدل موبايلك القديم بايفون جديد من اول سلسله الايفون 11 وتقدر تاخد كاش باك يتخصم من سعر الموبايل الجديد يوصل لغايه $800. طيب اللحظه دي حماسيه قوي، خليني اقول لك ان ده اقوى ايفون ابل عملته في تاريخ سلسله الايفونز اللي هي نزلتها في حياتها كلها، ويمكن ده اقوى موبايل موجود في العالم دلوقتي، الايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس. والاول مره السنه دي ابل بتفرق بين ال15 برو والبرو ماكس في كذا حاجه، مش حاجه واحده، وهي حجم الشاشه زي كل سنه او حجم الشاشه والبطاريه. السنه دي انت عندك الديزاين بتاع الموبايلين اتغير تماما، والفريم بتاعهم بقى يجي من التيتانيوم. والتيتانيوم ده حاجه بريميوم قوي، وزنه اخف من الحديد او المعدن الستانلس ستيل العادي، وكمان بيستحمل الصدمات اكتر من الستانلس ستيل. جاب ديزاين مطفي ومخربش كده، يعني الموبايل لو اتخربش منك ومش هيبان ان هو متخربش لان هو اوريدي متخربش، سبحان الله. طبعا من الحاجات اللي هتلاحظها اول ما تبص على الشاشه ان هم صغروا الحواف في شاشه الموبايل سنه عن السنه اللي فاتت من غير ما الشاشه تتاثر. يعني صغروا حجم الموبايل كله لان البيزلز اللي في الاطراف دي صغرت، بس الشاشه لسه ستيل 6.1 لل15 برو وال15 برو ماكس 6.7. كمان ابل قالت ان الايفون 15 برو هو اخف ايفون برو تشيله من ابل في اخر 3 سنين فاتوا. طبعا الشاشه بتيجي بطبقه السيراميك شيلد علشان تبقى قويه وتستحمل الصدمات، والتيتانيوم اللي في الحواف بتاع الموبايل اسمه جريد 5. طبعا الفريم جاي بنفس ديزاين السنه اللي فاتت ولكن ملوش بروز من الاطراف قوي، هو مشطوف شويه كده عشان يديك ماسكه مريحه. وطبعا الظهر بتاع الموبايل لسه ازاز زي ما هو. الالوان اللي جه منها الايفون 15 برو والماكس هم 4 الوان: السيلفر تيتانيوم، الجولد اللي هو الناتشرال او بيسموه ناتشرال تيتانيوم، عندك لون كحلي وعندك لون اسود غامق. طبعا هتلاحظ ان مفيش الوان كتيره من الايفون 15 برو والماكس، وده لان التيتانيوم ماده صعب انك تحط عليها لون يعني وتغير في لونها. طب زي ما ابل قالت انها بتحافظ على البيئه، فهي عامله الشاسيه الداخلي بتاع الموبايل 100% من الالومنيوم المعاد تصنيعه. ايه تاني اتغير في سلسله ال 15 برو والماكس؟ عندك الميوت سويتش اتحول لاكشن بutton، واللي بقيت عن طريقه تقدر تعمل كذا حاجه: بريس اند هولد، يعني دوس طويله وتفضل داس على الزرار علشان تعمل سايلنت، او بريس اند هولد مره تانيه علشان تلغي سايلنت. كمان بقى عندك الوان كليك، انك تقدر تدوس دوسه واحده وتعمل اي
اي فانكشن انت تختارها من السيستم بتاع الموبايل. يعني مثلا تفتح الكاميرا، تاخد صوره، تشغل فلاش، تطفي فلاش، تفتح الترانسليتور، تعمل شورت كات انك تفتح ابلكيشن معين لما تدوس على زرار الاكشن بutton وليكن مثلا يوتيوب او فيسبوك. طيب الشاشه ما شفناش فيها تطور كبير قوي عن السنه اللي فاتت، هي بس موضوع البيزلز اللي صغرت شويه. لسه الشاشه دايناميك ايلاند وبتدعم الدولبي فيجن والاولويز اون ديسبلاي. ولكن اللي اتغير قوي عن السنين اللي فاتت كلها هو البروسيسور. السنة دي ابل قالت انت معاك موبايل برو، معاك ايربودز برو، لازم يبقى معاك موبايل فيه بروسيسور برو. وغيروا اسم اللاين اب بتاع البروسيسور بتاعهم من ابل A16 بايونيك لابل A17 برو. خليني اقول لك ان البروسيسور ده بكل اريحيه اقوى بروسيسور في العالم. ابل في الايفنت قالت البروسيسور ده بيعادل بروسيسورات موجوده في الهاي اند بي سي. وعلشان انا بقول لك كده لازم تتاكد انك هتاخد ارقام مرعبه. اول حاجه البروسيسور ده هو اول بروسيسور في العالم يجي بدقه تصنيع 3 نانومتر، واللي بيعني اداء قوي جدا وتوفير قوي في البطاريه. كمان عندك 19 بليون ترانزستور موجودين جوه البروسيسور ده، وده طبعا بيزود البرفورمانس بتاع البروسيسور. البروسيسور ده متقسم ل6 كورز، 2 performance كورز ودول اسرع من الجيل اللي فات ب 10% وبيخلوه اسرع بروسيسور على اي موبايل في التاريخ، ويقدر يتحدى كمبيوترات هاي اند زي ما قلنا. وعندك 4 efficiency كورز ودي بتخليه الموبايل ده اسرع 3 مرات من المنافسين بتوعه، وبيديك 3 اضعاف القوه مقارنه بالواط اللي هو بيستهلكه. يعني هنفترض لو انت بترندر فيديو على الايفون 14 برو ماكس وخد منك مثلا الريندرنج بتاع الفيديو 10% من البطاريه، الموبايل ده هياخد 3% بس. البروسيسور ده بيقدر يهندل 35 تريليون عمليه في الثانيه الواحده. وطبعا بما اننا هنا بنتكلم عن البروسيسور، فالبروسيسور دي بقى فيه تشيب معينه لمدخل الشاحن، واللي هو هنا اتغير لتايب سي ولكن بقى USB 3. لما كنت بكلمك على الايفون 15 العادي والبلس من شويه قلت لك ان هو USB C ولكن هو USB 2، انما هنا انت عندك USB 3 واللي بيعني شحن اسرع ونقل اسرع للداتا، والداتا هنا ممكن تنقل 10 جيجا بايت في الثانيه عادي خالص. طبعا لازم نمنشن ان USB 3 اسرع 20 مره من USB 2. ونيجي برضو للطفره اللي عملتها ابل في البروسيسور ده وهو الجي بي يو، واللي سموه برو كلاس جي بي يو. كارت الشاشه ده بيدعم الري تريسنج، والري تريسنج لو محدش عارفه هو تتبع الاشعه، وده بيبقى موجود في كروت شاشه بحجم كبير قوي زي الار تي اكس 3060 وال 4060 والكروت الشاشه دي. الجي بي يو ده 6 كورز و20% اسرع من الجيل اللي فات. واللي قدامك دول صورتين لشكل اللعبه من غير ري تريسنج اللي هو تتبع الاشعه، ودي لشكل اللعبه بالري تريسنج اللي هو تتبع الاشعه، وده طبعا بيخليه احسن موبايل جيمنج في العالم. طبعا من كتر ما البروسيسور ده قوي هيقدر يشغل جيمز اللي بتشتغل على الكونسولز زي البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس، وهينزل له جيمز كتيره زي اساسنز كريد ميراج وريزيدنت ايفل. كمان الايفون 15 برو والماكس بيشتغل عليهم الكنترولر بتاع البلاي ستيشن 5. طيب كفايه كلام عن البروسيسور ونتكلم بسرعه عن الكاميرات. والكاميرات هنا جه فيها برضو تطور رهيب قوي. مبدئيا ابل قالت انك مع الموبايل ال 15 برو ماكس هيبقى كانك معاك 7 عدسات في جيبك. الكاميرا الاساسيه لسه 48 ميجا بكسل، ولكن حصل هنا تطور في اداء تصوير الصور البورتريه والتصوير الليلي. طبعا لسه ستيل عندك بيكسل بيننج، والشاربنس في الصور اتحسن اكتر من الجيل اللي فات. البرو عنده 3 عدسات، مينلي 3 عدسات 24 مللي 28 مللي و35 مللي. صور البورتريه اللي بالليل اتحسنت كتير قوي، والموبايل بقى يقدر يتعرف على الحواف بطريقه احسن. النايت مود كمان اتحسن، كمان بقى عندك HDR احسن في التصوير الليلي والتصوير اللي بالنهار. طيب ابل قسمت بقى الموبايلين ال 15 برو والماكس ميزاتهم في الكاميرات، خلت في ال 15 برو العدسه التليفوتو 3x بس، وفي ال 15 برو ماكس العدسه التليفوتو 5x. خليني اقول لك هي مش حاجه جديده، انا كان معايا النوت 20 الترا كان نازل سنه 2020 العدسه التليفوتو بتاعته كانت 5x، ولكن لما ابل عملها طبعا بكواليتي احسن بكتير. فالبرو ماكس بقى فيه عدسه 5x اوبتيكال زوم، واللي هي بتوازي العدسه ال 120 مللي. طب ازاي حطوها جوه الموبايل؟ عن طريق ان هم حطوا 4 أو 5 عدسات جوه ورا العدسه المين دي، فالضوء بينكسر 4-5 مرات علشان يقدر يعمل زوم. طبعا كمان الاستابلايزيشن اتحسن، بقى الاستابلايزيشن بتاع الكاميرا يمين وشمال فوق وتحت والقدام والورا علشان العدسه تبقى ستابلايزد وانت بتصور لو ايدك اتحركت. كمان لسه برضو عندك الاكشن مود بتاع تصوير الفيديو اللي هو بيبقى ثابت قوي علشان لو بتصور اي رياضه. طبعا العدسه الالترا وايد تفاصيلها اتحسنت كتير قوي، والاتش دي ار فيها اتظبط وبقت تقدر تصور ماكرو، فكده بقى عندك 7 عدسات. الماكرو 13 مللي 24 مللي 28 مللي 35 مللي 48 مللي 120 مللي. طبعا من كتر ما الكاميرات دي ادائها بروفيشنال، فانت بقيت تقدر توصل الايفون بتاعك بالماك بوك دايركتلي باليو اس بي سي كيبل
علشان وانت بتصور صور تتنقل على طول للماك. كمان حاجه جديده بقى يدعمها الايفون 15 برو والماكس، وهو انك تقدر توصل اكسترنال هارد درايف، يعني هارد ديسك خارجي، على الموبايل بتاعك عن طريق مدخل اليو اس بي تايب سي، علشان لو انت بتصور بروريز فيديو، فالبروريز فيديو اتحسن هنا وصل لجوده 4K 60 فريم في الثانيه. فلك ان تتخيل فيديو زي كده دقيقه مثلا، بروريز من كاميرات الايفون الجديده ممكن يوصل لحجمه ال 100 جيجا مثلا. فبقيت محتاج هارد ديسك خارجي علشان تقدر تريكورد عليه على طول، مش محتاج مساحه الموبايل في حاجه. وكمان بقى في خاصيه اسمها لوج انكودنج، ودي بتعادل التصوير الفلات الرو علشان انت تقدر تعمل اديت على الفيديو وتعمل اللوك اللي انت عايزه. كمان في ميزه جديده اتضافت في الكاميرا، وهي السبيشال فيديو، علشان تصور فيديو وتعرضه على الابل فيجن برو ويبان كانك جوه الحدث بنفسك. واخر حاجه هنقولها عن الايفونات وهي الاسعار. خليني اقول لك ان الايفون 15 برو سعره ما اتغيرش عن الايفون 14 برو، بيبدأ من $999 النسخة ال 128 جيجا، والايفون 15 برو ماكس سعره غلي ولكن بالصياعة. السنة اللي فاتت النسخة ال 256 في ال 14 برو ماكس كانت بتساوي $1199 اللي هم $1200، وده اللي ابل عملته. ما نزلتش نسخة 128 جيجا، نزلت ستارتنج من اول النسخة ال 256 جيجا، فبقى سعرها يجي ب $1200، ودي طبعا نفس اسعار السنه اللي فاتت. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا في فيديو النهارده. يا ريت تكتبوا لنا رايكم في الفيديو وفي الكومنتس اللي تحت، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد اول ما ينزل يوصل لكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه، والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.